شاشة يونيون اير 32 بوصة موديل ال دي 32 يو ان في 56 بي اتش ام اي دي. جاية عطل لمبة حمراء زي ما حضراتكم شايفين، ولا استجابة لأي شيء. هنفتح كده مع بعض ونشوف بعد الفصل. يا ريت نعمل لايك وشير عشان نقدر نفيد أكبر قدر من الناس، واشترك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. فتحنا الشاشة، لازم ندي نظرة مبدئية على البوردة بالكامل. فلقينا فيه مكثف منتفخ، هحاول اوضحه لحضراتكم زي ما انتم شايفين اهو. فده طبعا ممكن يكون احد الاسباب، وعندنا اسباب تانية كتير ممكن يكون منها سوفت وير، ممكن يكون منها معالج، ممكن اسباب كتير جدا. فاحنا مبدئيا هنغير المكثف دوت على الخط ال 12 تقريبا كده، ونشوف الدنيا فيها ايه قبل ما نرفع جهود وقبل ما نعمل اي حاجة. تابعوا معايا. حلينا البوردة كده، هنشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العازل متاكل خالص اهوت، نتيجة سخونة في الدايود بتاع اللي خارج الانفرتر. المنطقة دي بتسخن اوي، شكلها كده الشاشة دي ما بتترحمش. هنغير وربنا ييسر الحال نشوف. كثف 470 على 25.
هنروح بقى نركب كده البوردة ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. تابعوا معايا. ركبنا، اتحولت معانا للمبة حمراء بس بترعش زي ما حضرتك شايف كده. لو هتركز هتلاقي فيها رعشة. فكده هنحل تاني ونشوف بقى كده المكثف المشهور بتاعنا اللي هو 47/50 كده، نغيره ونشوف هنوصل لايه بإذن الله. تابع معايا. جماعة احنا كده غيرنا اللي المفروض تغييره وما زلنا على لمبة حمراء ومفيش استجابة لأي حاجة. ففي الحالة دي الشك معانا بقى هيكبر. احنا كده اللمبة الحمراء عندنا استقرت الحمد لله. فالمفروض ان انا اروح على طول اغير التلات وحايد 8 دوت. بس هنبص الاول على حاجة كده، ولا ماشي نغيره الاول ونجرب مع بعض. وطبعا احنا كنا موصيين يا جماعة ان اللي يشوف وش التلات وحايد 8 ده في عطل لمبة حمراء يغيره بدون نقاش. فاللي انا بوصي حضراتكم بيه هعمله وهغيره بدون نقاش. طبعا انا قست جهود الاول قبل ما ارجع للتصوير تاني، لقيت ال1.8 موجود في حالة الستاند باي. فده خلاني شكيت في اكتر من حاجة، منهم طبعا التلات وحايد 8 ده. فهنغير وربنا ييسر الحال. يعني مش عارف البوردة دي مع ان شكلها فابريكا بس متهانة خالص. يعني انا اللي فاتح المسامير بتاعتها وفاتح الاستيكر بتاعها، بس البوردة زي ما حضراتكم شايفين كده منظرها مش ولا بد. غيرنا الاي سي اللعين اللي معانا دوت، ونبدأ بقى بإذن الله كده نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. لمبة حمراء، وانا كنت عامل فيديو عن الاي سي ده قبل كده محذر منه، هبقى اسيبه لحضراتكم في صندوق الوصف ان شاء الله. هنجرب كده بسم الله ندوس. لمبة خضراء كده قامت معانا والحمد لله. هنركبها بقى كده في الشاشة بتاعتها ونجرب بإذن الله. تابعوا معايا. قومنا واشتغلت الحمد لله.
وما عندناش الحمد لله اي مشاكل. يا ريت تكون المعلومة وصلت، وما تنسوناش يا رب من دعوة بظهر الغيب. شرفتوني.